صراحة يعتبر هذا الأسبوع هو أسوأ أسبوع لمشجعين نادي ريال مدريد، والسبب هو خسارة نادي ريال مدريد بنتيجة 4-0 أمام النادي الغريم الأزلي لنادي ريال مدريد. والصدمة الثانية تضييع كريستيانو رونالدو لركلة جزاء مع نادي النصر أمام نادي التعاون، وخروجه من دور ال16 لبطولة ملك السعودية. والصدمة الثالثة هو عدم تسليم اللاعب فينيسيوس جونيور جائزة الكرة الذهبية، والفضل يعود للفيفا. وشكرا من القلب للمدرب بيب جوارديولا، لأن نبه نادي ريال مدريد وقال لهم ترى الفيفا بلغت رودري جائزة الكرة الذهبية، مو الفينيسيوس، الرودري. وهذا السبب ريال مدريد والطاقم ريال مدريد بالكامل لم يحضر سوى شخص واحد وهو إداري مع نادي ريال مدريد، لأن طلع بيريز وصرح قال الكرة الذهبية لن تعد تهم لنا بشيء، يعني بعد